السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة بإذن الله هنعمل مع بعض فطاير بعجينة اقتصادية، يعني من نص كيلو دي هتعملي كده فطاير حلوة وحادق، شكلها تحفة جدا وطعمها أحلى وأحلى. قبل ما ندخل على الوصفة أتمنى تنوروني بالاشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس على الكل عشان يوصلكم كل جديد، وادخلوا لايك للفيديو عشان يترفع والقناة بإذن الله تكبر بيكم. ويلا بينا نشوف عملنا الفطاير الجميلة دي ازاي. اول حاجه كده في بول هنزل بكوبايه لبن دافي، لازم اللبن يكون دافي. هنزل كمان بمعلقه كبيره هرميه كده من السكر ومعلقه كبيره خميره. معايا كمان ربع كوبايه من الزيت ما يعادل 4 معالق كبيره. هقلب المكونات دي كويس لحد ما السكر يدوب تماما بالشكل ده. هنا خلاص بعد ما اتاكدت ان السكر داب معايا نص كيلو من الدقيق ما يعادل 4 مجات بمج الشاي العادي مليانين من الدقيق. هحط عليهم رشة من الملح ومعلقة صغيرة من البيكنج باودر. طبعا إضافة البيكنج باودر دي اختيارية بس بتخلي الفطاير هشة وطرية كده وبتخليها جميلة جدا. هنزل بالدقيق على المواد السايلة كده وابتدي أعجن فيها عجن كويس بالشكل ده على الأقل خالص 10 دقايق لحد ما العجينة تنعم معايا تماما. هنا العجينة هتحتاج معايا سوائل فهنزل عليها كده بالمية الدافية. طبعا لازم الحاجة اللي هنعجن بيها سواء لبن أو مية تكون دافية عشان ننشط الخميرة كويس. وتخمر معايا بسرعة بالشكل ده. بس كده هبتدي اعجنها كده كويس. هي اخدت معايا حوالي كوبايتين من السوائل، يعني كوبايه لبن وكوبايه ميه. ممكن تعجني بميه بس، ممكن تعجني بلبن بس، ممكن تعجني بزبادي وميه، على حسب امكانياتك وعلى حسب المتوفر عندك في البيت. تبتدي لمها كده كويس بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. طبعا ممكن اضافه الزيت اللي احنا ضفناها في الاول تكون زبده، يعني على حسب المتوفر عندك في البيت. هنا بضيف الميه حبه بحبه كده لحد ما وصلت للقوام اللي انا عايزاه بالشكل ده. شايفين هنا العجينة خلاص مش هتحتاج اي سوائل تاني، بس تحسوا كده انها لسه منعكشة بالشكل ده. كل اللي هتحتاجه انها تتعجن كويس جدا زي 10 دقايق لحد ما تنعم معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده قدامكم. شايفين هنا العجينة بعد 10 دقايق. ولو تعبتي في نص مرحلة العجين ريحي زي دقيقة كده وارجعي عجيني فيها، بتبقى ريحت معاكي كده وبيبقى العجين في منتهى السهولة. هجيب بقى نقطة زيت كده في الطبق واحط العجينة على وشها، بعد كده اقلبها واحط عليها كيس واحطها واغطيها بالفوطة واسيبها زي نص ساعة بس تخمر بالشكل ده. هنا بسم الله ما شاء الله بعد ما خمرت بالشكل ده هخرجها كده من الطبق عشان اعرف اقطعها كويس. هجزأها لقطع صغيرة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. طبعا حجم الفطاير بتاعتك دي حاجة ترجع لك، بس كل ما بتصغري كل ما بيبقى شكلها احلى. انا قطعتها زي حجم الليمونة الكبيرة، ده الحجم المناسب للفطاير بتاعتي. بعد كده هبتدي اسويها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده في منتهى السهوله، ما تاخدش وقت بتتساوي. ممكن تسويها على ايدك او على الرخامه زي ما بتحبي، زي ما بتعرفي، زي ما بتحبي بالشكل ده. لو وصلتوا معايا لحد هنا من الفيديو صلوا على النبي الاول، وانزلوا بسرعه اشتركوا في القناه وفعلوا الجرس على الكل علشان يوصلكم كل جديد، ودوسوا لايك للفيديو. هنا بعد ما خلاص كورت كميه العجين كلها اللي معايا بالشكل ده هجيب فوطه كده واغطيها زي 5 دقايق مش اكتر. مش عايزينها تخمر، احنا بس هنريحها على بال ما نجهز الحشو. هنا معايا الحشو، معايا جبنه قريش عصرتها كويس جدا من الميه بالشكل ده بقطعه شاش كده او قماشه نظيفه. بعد كده قطعت عليها قرن من الفلفل الاخضر. معايا كمان قطعه من العجوه بالشكل ده. هاخد قطعه من العجين بالشكل ده افردها كده قدامي، مش بتحتاج نشابه ولا اي حاجه، هي بايدك بتتفرد بمنتهى السهوله. افردها كده دايره صغيره مش كبيره قوي. بعد كده هاخد قطعه من الجبنه القريش واقفلها زي تقفيله القطايف بالشكل ده. تشكيل ولا اسهل ولا اروع من الشكل اللي هتشوفوه دلوقتي بالشكل ده. هقفلها، اهم حاجه تقفليها كويس جدا. بعد كده تقلبيها على الناحيه التانية وتسويها بالشكل ده. شايفين شكلها تحفه ازاي؟ بسم الله ما شاء الله عليها. احطها على الصاج بقى او الصينيه اللي هتخبزي عليها، ولازم تدهنيها مسحه زيت خفيفه قبل ما تحط عليها العجين بالشكل ده. اعمل كمان واحده معاكم بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. تشكيل في منتهى السهوله. افردها كده دايره بايدي مش بالنشابه زي ما قلنا. بعد كده هحط عليها الجبنه. طبعا نوع الجبنه زي ما قلت لكم ده حاجه ترجع لك، اي نوع تفضليه حطيه. بعد كده هقفلها كده كويس زي تقفيله القطايف، بس لازم اقفلها كويس. بعد كده هقلبها على الناحيه التانية وابتدي اسويها بالشكل ده. شايفين؟ ولا اسهل ولا اروع من كده. تحفه ما شاء الله. نيجي بقى نشوف شكل الفطاير اللي احنا عملناها بالعجوه. فردت العجينه بالشكل اللي انتوا شايفينه، وبعد كده خدت قطعه من العجوه فردتها بين كيس بالشكل ده. عايزاها رقيقه
احطها على نص العجين، بعد كده هتني النص التاني عليها. واهم حاجه اقفل العجينه كويس بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. خدها كده على ايدي اقفلها كويس. اديها تبطيطه كده بسيطه، بعد كده هديها خطين بالسكينه متساويين جنب بعض بالشكل ده، واقفل الطرف اليمين على الطرف الشمال بالشكل ده. بعد كده هاخد القطعه اللي في النص ارجعها كده لورا واقفلها كويس. شايفين شكل في منتهى الجمال بالشكل ده. ممكن كمان تنوعي في الحشو بتاع العجينه، يعني ممكن عندك قطعه فراخ كده تقطعيها صغير كده، وتجيبي بصلايه مع حبه فلفل كده تشوحيهم بيها، بعد كده تحشي العجينه بيها. ممكن قطعه لحمه، ممكن ميكس جبن، اي حاجه احشيها بيها بتقبل حلو وحادق، يعني عجينه تحفه بسم الله ما شاء الله عليها. طبعا ممكن تنوعي في اشكال العجينه وتفرحي اولادك، يعني الشكل اللي تحبيه اتفضلي اعمليه. بس كده خلاص. هنا بعد ما فردت العجينه حطيت العجوه على نصها وقفلت النص التاني عليها. لازم تقفلي كويس جدا زي ما قلنا. هجيب سكينه كده وادي شرطتين كده متساويتين، اقفل الطرف اليمين على الطرف الشمال، امسكهم كده في بعض كويس، بعد كده ارجع الحته اللي في النص دي لورا. شايفين شكل ولا اروع؟ بعد ما شكلتي فطاير الجبنه بالشكل ده، هجيبها كده اديها شرطتين بالسكينه، بس ما اوصلش للاخر، وهشرطها بالسكينه قبل ما تخمر بالشكل ده. الشرطين دول بيدوها شكل جمالي حلو قوي قوي بعد التسويه. شايفين؟ في بعد كده سهوله بصراحه، ما فيش اسهل من كده. اعملي طبعا المعجنات في البيت، هتوفر معاكي جامد جدا. ممكن تنفع في الفطار، في العشاء. ممكن لو عيالك قاعدين قبل ما تجهزي الغدا تديهم واحدتين كده يصبروا نفسهم بهم، يعني حاجه تحفه كده في البيت. والبيت من غير دقيق حلو ضيق، يعني البيت اللي ما فيهوش دقيق حلو ضيق. ربنا يبعد عننا الضيق جميعا يا رب. بعد ما شكلت كميه الفطار بالشكل ده، هجيب معايا حبه لبن، وادهن وش الفطار كده كويس باللبن بالشكل اللي شايفينه ده. ممكن تدهني وشهم بميه بسكر، ممكن تدهني معلقه عسل كده تدوبها في الميه تدهني بيها، ممكن قهوه سريعه الذوبان، ممكن صفار بيضة، على حسب المتوفر عندك. طبعا احنا بنشتغل بالمتوفر عندنا في البيت، ما بنكلفش نفسنا خالص. كل واحد وامكانياته، ما تحاوليش تكلفي نفسك فوق طاقتها. هدهن كمان فطاير العجوه بالشكل ده، واحط عليها السمسم. طبعا ممكن ما تحطيش سمسم خالص، بس السمسم بيديها شكل جمالي حلو قوي وفايده للعيال. احط كده في النص بس شكل، بس مش اكتر. بس كده هسيب الفطاير بتاعتي تخمر، لازم تخمر كويس جدا. بعد كده ادخلها الفرن. طبعا الفرن بتاعي لازم اسخنه كويس جدا جدا، يعني حوالي 10 دقايق كده مشغلاه من غير ما احط فيه الفطاير. بعد كده اهديه وادخل الفطاير فيه تاخد سواها. لازم نركز شويه كده في موضوع التسويه. موضوع التسويه ده مهم جدا جدا، ده عامل اساسي في نجاح الفطاير بتاعتك او اي معجنات. لازم قبل ما تشتغلي في تسوي اي معجنات تسخني الفرن قبلها من 10 ل 15 دقيقه، تسخنيه حلو قوي قوي. بعد كده تهديه وتدخلي الفطاير فيه، وتقلبيها بكل دقيقتين كده، تديها تقليبه كده على الجنب ده عشان تاخد نفس اللون من جميع الجهات بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. طبعا هي مش بتغيب خالص في الفرن، بتاخد زي 7 دقايق كده وتستوي على الاقل خالص، ممكن 10 دقايق بالكتير. ده شكلها بعد ما خرجت من الفرن. شايفين بسم الله ما شاء الله لون موحد، هشه وطريه كده زي العسل. شايفين كمان طراوه الفطاير بصراحه تحفه، مفيش اجمل من كده. شايفين بسم الله ما شاء الله فطاير العجوه. العجوه كده مفروده حلوه قوي من جوه، علشان احنا فردنا العجوه بين كيسين بالشكل ده، هشه وطريه كده تحفه. كمان فطاير الجبنه. الجبنه عندي هنا بتمط، عشان الجبنه القريش لو اتعرضت للحراره بتمط، بتسيح كده وتمط بالشكل ده. طريه كده ولونها تحفه، وكلها جميله بصراحه. وهنا نكون وصلنا لنهايه الفيديو. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس على الكل عشان يوصلكم كل جديد، وتدوسوا لايك للفيديو. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.